السلام عليكم. عندما يخالف العرب سنة الله في خلقه وسنن الله في خلقه كثيرة، والبداية بالإسلام. الإسلام هو أهم شيء في الدنيا، والسنن التي فيه لا بد منها، وعندما تتركها الأمة يهلكون بسرعة. السنن هي مفتاح النجاة والبقاء، وتركها يعني النهاية. النهايات تتوالى. مع كل 10 سنوات يشعر الناس أن الدنيا انتهت نهاية أخرى. السنن المطلوبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه السنة قد تركتها الأمة، ولا يأمرون بالمعروف. والأمر الآخر هو الزكاة. لا يطلبون الزكاة من التجار وأصحاب الأموال الطائلة. المفروض من الدولة أن يدفعوا التجار وأصحاب الأموال إلى الزكاة، ويردوها على الفقراء ليتحسن الحال ويطفئ غضب الله. الزكاة تطفئ غضب الله. والسنة الأخرى هي القتال. عندما يمنعون القتال ولا تحدث معارك بين العرب واليهود، فمعناها أن العرب قد خضعوا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الدول العربية، الأنظمة العربية كلها خاضعة لسيطرة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ولا يمكن للقيادات العربية أن يواجهوا هؤلاء الثلاثة مواجهة عسكرية. لا يستطيعون، لأنهم عبيد عندهم. المسألة مسألة استعباد، مسألة عبودية وعبادة. القيادات العربية لا يمكنها أن توجه هجوما عسكريا على أوروبا، على الاتحاد الأوروبي، على حلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وبالتالي يبقون تحت أيديهم وسيطرتهم، ويخربون الشعب خرابا كاملا.